اهلا بكم في وماله. ازيك يا ملك؟ عامل ايه يا باشا؟ عامل ايه؟ دلوقتي بيقول لك يا وزير، انا لا معليك شويه عن وزير. ازيك يا ملك؟ تسلم لي يا باشا، ربنا يخليك. ايه الحكايه دي؟ تبص تلاقي مجموعه من الناس اللي شغالين في البيزنس ولهم فتره طويله بيتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ التطوير المستمر، اللي بنسميها بالانجليزي الكونتينوس امبروفمنت. طبعا مع ديك انه بيتكلم على المؤسسات دايما، لكن لا، الناس بتتكلم عن البني ادمين. ازاي افضل في تطوير مستمر؟ ده راس الموضوع. فانا عايز اعرف راي الدكتور اكرم عاشور في هاو تو كيب اولويز امبروفينج، دايما على طول في امبروفمنت. بتحسبها ازاي؟ بتنجزها ازاي؟ اديني الانسايت بتاعك، اديني اللي في دماغك. والله بص، في اي مجال في الدنيا تمام، ايا كان المجال ده شكله ايه، موضوع التطوير ده شيء اساسي. والتطوير زي ما انت بتقول ان هو continuous process. development is a continuous process. مش بتيجي لفترة معينة وتقول لا كده انا تمام، انا عملت اللي عليا فاي هاف تو جين اللي انا عملته. لا، الحقيقة مش كده. ليه كونتينوس؟ كونتينوس لان تمام على مستوى البيبول، على مستوى الكالتشر، على مستوى الناس كلها. فلازم انت تواكب هذا التطوير تمام. ولو انت عندك طموح واسبيريشن تمام، فانت لازم تليد، فانت لازم يبقى عندك حته ايدج دايما زياده. ده طريقه تفكيرك. فانت علشان تكيب البرفورمانس بتاعك او تكيب اللي انت فيه، لو انت ما اتطورتش انت مش هتبقى في مكانك، انت ممكن تقل عن الوضع اللي انت فيه. دي ببساطه شديده. طيب اسمح لي اقول لك انا فهمت ايه واقوله للزملاء. انا اللي فهمته يا اخوانا، وقول لي برضه لو انا فهمت صح ولا غلط، انه انا هتطور في جزئيه انا شايف نفسي محتاجها دلوقتي، فمشيت من هنا لهنا. الدنيا اتغيرت، اللي بيقولوا الدكتور اكرم الدنيا اتغيرت، فبقت المتطلبات اللي عشان اوصل نفس النتيجه محتاج كده، فبروح مطور مشيت هنا. وبعد كده الدنيا اتغيرت فبقيت عايز امشي هنا، فانا بمشي خطوه وبعدين الدنيا تتغير، فبعدين بمشي خطوه. فالقصه هنا انت بتصبح مش انت اللي سايق بالبلدي، اللي سايق الظروف، اللي سايق الحياه، اللي سايق المتطلبات. لكن اكرم بيتكلم انه لا، انت لازم انت عشان تبقى انت اللي سايق لازم، وكلمه اسبيريشن اللي قالها انك انت تشعر التغيير جاي منين وتبتدي تطور نفسك في نفس الاتجاه. فانت اللي تبقى كده والتغيير يجي، فانت اوريدي سابقه، انت بتبقى كده، فعشان كده هي كونتينوس. واللي فهمته بقى انه كلمه امبروفمنت في ضمنها انه لازم يبقى مستمر، لانه لو ما بقاش مستمر بقيت وان ستيب. يعني انا لو هتحسن في اكس، الاكس دي خلصتها، فدي ستيب في اتجاه الاكس دي، لكن مش امبروفمنت. الامبروفمنت لازم يكون مستمر. عشان كده انا ضد الكونتينوس امبروفمنت. هي امبروفمنت بس، لانه لو مش كونتينوس هو مش امبروفمنت. ضمنيا ده كونتينوس ضمنيا. يعني يعني مش انا لازم صح كده؟ مظبوط. تمام. احنا بقى بنتطور في ايه؟ بنتطور في حاجتين. امم حاجه احنا بنشتغل فيها دلوقتي، يعني لو انت شغال شغلانه حاليا فانت لازم طول الوقت بتتعلم عشان تجيد اللي انت بتعمله دلوقتي، وتجيد حاجه انت ممكن ما بتعملهاش دلوقتي بس ممكن النكست ستيب محتاج ان انت تتعلم. دول حاجتين. ايه الحاجه الثالثه؟ في حاجه بقى ايه انا بفكر بيها بقى من جوه. انت بتفكر بشكل عملي ومن ناحيه الابيليتيز والسكيلز، صح كده؟ مظبوط. لكن انا بطبعي ميال شويتين ناحيه البيرسوناليتيز والمنتاليتيز. بتطور شخصيتك، بتطور المنتاليتي بتاعتك. دي الحاجات ببتدي اشتغل مثلا، اتبنى جروس مايند سيت بدل الفيكسد مايند سيت. اكسلنت. وده اللي اتكلم فيه الكتاب بتاع الاب الغني والاب الفقير. على فكره كان في جدل كبير على الكتاب ده، كنا عايزين نتكلم فيه يعني. وهل الكتاب ده مجدي او غير مجدي؟ هل في بعض الناس تبنت الافكار بتاعت الكتاب بشكل كبير لدرجه ان هم خدوا خطوات في حياتهم اثرت عليهم بالسلب. طبعا لانه الخطوات، هو الكتاب بيشرح فكره،
لكن طريقه تطبيقها والياتها ده موضوع من كبير. السرد الادبي القوي ان هو في ناس اتاثرت بيه صحيح. وابتدت تطبقه حرفيا بقى، مش يعني انت خد منه الحاجات، الفكره، فكره الاصول والخصوم وان انت تتعامل ازاي مع الفلوس، دي طبعا حاجه صحيح. مهمه. وصدقني لو انت يعني انا قريته يمكن متاخر، قريته يمكن من 7-8 سنين تمام، بس انا اي بليف ان انا لو قريته من 10 سنين قبليهم كان ممكن يفرق معايا في بعض الحاجات بشكل كبير جدا يعني. تمام. تنميه الفكر انك انت كتاب زي كده انت بتاخد منه فكره الجروس مايند سيت بدل الفيكسد مايند سيت. وفي نفس الوقت الحته بتاعت آلية التنفيذ اللي انت بتتكلم فيها دي في منتهى الخطوره. يعني انت عارف ان انا لايف كوتش معتمد، ففي اللايف كوتشنج يقول لك من اخطر الحاجات اللي ممكن تواجهها اللي يقول لك ايه، انا عايز اعمل كارير شيفت. يا عم انت لسه ما عملتش كارير ولا شيفت عشان تعمل كارير شيفت اصلا. فيعني كلمه كارير شيفت دي كلمه مهوله، كلمه جباره، كلمه مش سهله. انت محتاج، عشان كده احنا يعني اساتذتنا في اللايف كوتشنج علمنا خلي بالك ان لما يجي لك واحد عايز يعمل كارير شيفت، اولا انت كلايف كوتش ما تلجاش لكلمه كارير شيفت بسهوله. ده اخر حل ان لم يكن اعتبره مش موجود. يعني عارف مبدا ابغض الحلال عند الله الطلاق مع فارق القياس والتشبيه. هو مشروع انك انت تقول انت لما توصل كارير شيفت لكن لا يحبذ. الكارير اللي انت فيه خلاص انت حاليا مش منتج فيه وملوش اي مكسب بالنسبه لك، في الحاله دي تقدر ولها خطوات. وانت ازاي هتعمل الكارير شيفت على خطوات وانت مسايف ظهرك؟ يعني اديك مثال، مثلا انت لازم تكون حاسب كويس جدا التكلفه اللي انت بتصرفها on a monthly basis على مدار الشهر، وتضرب الكلام ده في سنه على الاقل، يبقى انت معاك مخزون يغطي مصاريفك الاساسيه دون تفاؤلا او تشاؤما لمده سنه على الاقل. دي اول خطوه. الفاكتور الثاني انك انت لازم تكون دارس كويس جدا انت هتعمل ايه. نمرة 3 انه راس المال اللي انت هتبتدي بحالة ان انت هتحتاج راس مال. راس المال ده ممكن يبقى وقت تدريب، ممكن يكون وقت تدور على جوب سيرش، ممكن لا ده بره السنة اللي انت مسيفها. يعني ما تقولش انا معايا راس مال فهاخد منها وبعدين تفرج لما لا، هي السنة دي على جنب انت هتصرف سنة من اللي انت شايله لغاية ما الكارير اللي انت شفته ده يبتدي يجيب فلوس. ده كلام جميل جدا. نرجع للنقطه الاساسيه الامبروفمنت. زي ما قلنا احنا بنعمل امبروفمنت على اكتر من ليفل اللي احنا بنعمله دلوقتي ده ليفل او الوظيفه او الشغل اللي احنا بنشتغله اي مكان، وليفل للشغل اللي انا ممكن اعمله عشان اخد بوست او اخد حاجه اكتر من اللي انا فيها، وليفل تاني على مستوى البرسوناليتي. تمام. المشكله ان في ناس كتيره ممكن تاخد الليفل الاولاني بس، اللي هو انا عايز مثلا اخد مثلا جوب او فادرس ليدرشيب ومانجيريال سكيلز وي وتلاقيه هو اصلا ناس ان هو يعمل امبروفمنت في اساس الشغلانه اللي هو بيعملها، اللي هو نفسه البرسوناليتي ده رقم 1، والوظيفه اللي هو بيشتغلها. ما في ناس كتيره بتنسى او بتتوقع ان هو جامد في الوظيفه. تقصد الجوب ديسكريبشن بتاعه هو الجوب ديسكريبشن. انا بشوف يعني البيزك يعني دايما ودي تجربه شخصيه وتجربه من ناس كتير. طول ما انت مركز ان انت عندك طموح فبتلاقي نفسك انت بتطور نفسك في الحاجات اللي انت رايح لها اللي انت مش بتعملها دلوقتي. لكن انت ونسي وتكعبل في اللي هو فيه. اوعى دي في منتهى الخطوره. ده انا عايز اقول لك ده خطا شائع بين كل الناس. طب ما على فكره ده ممكن يكون موضوع الحلقه اللي جايه يا دكتور. طب يا عم ما تسيبني في اللي انا فيه وابدع فيه وانجح فيه ونفذه بمنتهى القوه، اللي هو الفكر المخالف لفكر الامبروفمنت المستمر. انه يا عم اسمها كومفورت زون، انت عايز تتعبني ليه؟ ما تخليني في الكومفورت زون. انا اقول لك مفاجاه ان الكومفورت زون محتاج امبروفمنت برضه، لان مفهوم الكومفورت زون اللي الناس بتبقى موجوده فيه تمام بيختلف من واحد للتاني. في واحد متخيل الكومفورت زون ان هو ما يتطورش، ان هو ما يتعلمش، ان هو بيعمل حاجات. ما هو اكشوالي دي الكومفورت زون. قول ليه بقى؟ ليه؟
لان اللي حواليك والدنيا حواليك مش قاعده في نفس الكومفورت زون، الدنيا بتتغير. على سبيل المثال راجل بيشتغل محاسب وبيشتغل بالورقه والقلم، واحسن حاجه ومعاه الاله حاسبه او حتى من غير الاله حاسبه بيشتغل، حاليا ملوش اي علاقه بالاوفيس بروجرامز ولا كمبيوتر ولا ده. حاليا في الوقت الحالي لو قدم على اي وظيفه محاسب مش هيتعين. هيبقى بيلاقي صعوبه. لا 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 لا، مش هيلاقي اي صعوبه. خبره. مش هيلاقي اي صعوبه، مش هيتعين اصلا. مش هيتعين. مفيش صعوبه معناها انه ممكن، لا هو مش هيلاقيه. مع ان الراجل ده كومفورت زون، انا عايز اشتغل محاسب، لا نفسي ابقى مدير ولا نفسي، انا عايز اخد مرتب واروح المكتب الساعه 8 الصبح واخلص الساعه 2 الظهر وخلصت. لكن تخيل انت عايز تقول ان الكومفورت زون دي محتاجه امبروفمنت. لو انت بتفكر بالطريقه دي فده في حد ذاته ده وهم، محتاج امبروفمنت. مش كده؟ انا الكومفورت زون ليها تعريفات كتير. حلو، ما نخليها الحلقه الجايه. خليها الحلقه الجايه. لا ما اسمهاش كده، اسمها ايه؟ وماله نخليها الحلقه الجايه. نشوفكم الحلقه الجايه. مع السلامه، السلام عليكم.